مكاينش اللي كيشوفني وكيقول لي رموشك ما شاء الله بزاف، كنضطر نمشي عند الطبيب وكنضطر ناخذ مع القطرات علاج. يعني اكتشفت واحد الوصفه اللي بصراحه عجبتني، والمفعول ديالها تقريبا نفس المفعول ديال الغوفيتالاش، ثنائي اللي يخلي البشره ديالكم هكا بياض في الصباح، بياض بياض بياض، وتحيد لكم ليطاج ديال الحبوب. سلام بنات، انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا الفيديو ديال اليوم. بعدا انا اول حاجه كنت ضربت بواحد التحميمه، اش نقول لكم، واحد التحميمه يا سلام، تحميمه دمور العيد هذيك ضروريه. سبحان الله العظيم، هذيك اللبخه اللي درت لكم درتها يمكن انا نهار 26 في رمضان. تخيلوا معايا ان المفعول ديال ديك اللبخه باقي لدابا، وانا فاش دخلت درت غير الصابون المغربي، الصابون البلدي فقط، ما درت حتى شي حاجه اخرى. وسبحان الله انه عرفتي بحال دايره شي تبريمه، بحال دايره شي حاجه. بصراحه المفعول ديال اللبخه ولا التوريده الصحراويه المغربيه اقوى بزاف من مفعول التبريمه، فننصحكم اكيد ديروها. فاكيد صوبت شعري، قطعنا لا فرانش. فدابا نمشيو للموضوع اللي بزاف منكم طلبوني انني ندير لهم فيديو خاص على قبل الوصفه ديال الرموش. فانا غادي نهضر لكم على حاجه بحاجه، على المكونات، ونهضر لكم على بزاف د الحوايج. اول حاجه انا سبق لي خديت منتجات هكا ديال سيرومات ديال الرموش، العنايه بالرموش، لانني انا كنت في واحد الفتره كنت كنستعمل هذوك الرموش الدائمه، شبه دائمه، لي سي بيرمانون. المهم استعملتهم واحد الوقيته، وبصراحه هما السبب حتى ولاو كيطيحوا لي، مع العلم انه انا مكاينش اللي كيشوفني وكيقول لي رموشك ما شاء الله طويله من الصغر ديالي، وانا رموشي ما شاء الله زوينه وكتيفه وطويله. ولكن انا اللي شوفوا غير ديك الطياره اللي كتجينا، عرفتوا البنات. مشيت بقيت كندير في هذوك لي سيل بيرمانون، هما اللي خرجوا لي على شفراني ولاو كيطيحوا ليا بزاف وهكا. فمن وراها سمعت بزاف على مافالا ياكم سميتو، خديت مافالا. صراحه ما استعملتوش بزاف الوقت، لانه انا عندي مشكل هو اللي غنهضر لكم عليه دابا، هو انه انا اساسا عندي عيني حساسه. انا كناخذ قطرات ديال العين اكيد بوصفه طبيه، وكنغسل يوميا كنغسل عيني بهادو هاد الكريبات ديال الدراري الصغار، كنغسل بهم انا عينيا. فيعني انا عندي مشكل ديال عيني حساسه، يعني ماشي اي منتج غيليق يليق لعينيا. المهم من بعد عرفت انه كاين هاد الغوفيتالاش هذا ديال الرموش، خديت معاهم ماسكارا، وعطوني معاهم هاد اللعيبه. مهم هادو خديتهم ب 1500 درهم ياكو. من بعد جربتهم صراحه عجبني المفعول ديالهم، قلت انا نجيب ديال الحجبان، جبت هادو ديال الحجبان، كيعطيوك معاهم هذا ديال الحجبان، وكيعطيوكم هاد الكونديشنر ديال الحساوه ديال الحجبان. عطاوني حتى هاد التروس ديال الغوفيتالاش. غنقول لكم شنو كاين. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، ان هاد السيرومات كيكون فيهم مفعول، وفيهم اساسا مواد اللي كتساعد على تحفيز البصيله، وفيهم مواد اللي كتثبت البصيله، يعني هما حرفيا كيكون فيهم مواد فعاله. لكن في هاد كاينين مواد فعاله، وفي نفس الوقت كاينين مواد اللي كيميائيه اللي صافغي كتسرع النمو ديال البصيله، لكن عندها حاجات جانبيه، اللي من بينهم انا عندي العيون ديالي حساسه. بصراحه ماشي دائما كنت كنلاحظ هذا الشيء، ولكن شي مرات كانوا كيتحسوا لي عيني وكيتحسوا لي بزاف. يعني لما كنقول لكم كيتحسوا لي بزاف كنضطر نمشي عند الطبيب، وكنضطر ناخذ مع القطرات علاج، يعني كناخذ كبسولات طبيه. يعني عيني كتكون حساسه، تحسسات لي بزاف. بصراحه واش نعاود نستعملهم؟ لا، لانني اكتشفت واحد الوصفه اللي بصراحه عجبتني، والمفعول ديالها تقريبا نفس المفعول ديال الغوفيتالاش. وهنا بنات غادي نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجوها هو كاس ديال الماء، ما نفوتوش اكثر من كاس ديال الماء، ملعقه ديال بذور الكتان، وملعقه ديال الشاي الاخضر اللي هو اتاي ديالنا، اتاي شعره.
بالنسبة للمكونين، بذور الكتان هي غنية بالأحماض الدهنية اللي كتقوي لنا الشعرة وكتصححها لنا. بالنسبة للشاي الأخضر فهو فيه مضادات أكسدة، يعني ما تخافوش منه أنه يأذيكم، ماشي عشبة اللي حارة، زائد أنه كيحفز البصيلات ديال الرموش ديالنا باش أنهم ينوضوا لينا، ينبتوا لينا ويقواو لينا. بالنسبة للمزيج كنخليوه على نار بين ما يتسلق لينا هذاك الجل ديال بذور الكتان وحتى اتاي يكون تسلق لينا، من بعد كتجينا كميه قليله، وهذا الشيء اللي بغينا لانه بالنسبه لهاد الوصفات ما فيهاش مواد حافظه، فلازم انها ما تتجاوز اسبوع واحد فقط، يعني اسبوع واحد فقط لهاد الكميه فقط، يسالي الاسبوع وباقي عندك الكميه عاودي كميه جديده. وبالنسبه لطريقه الاستعمال نديروه يوميا في الليل على اكيد رموش نظيفه، وشوفوا النتيجه من بعد ردوا عليا. انا بقى نهضر معكم في نفس الوقت دابا ديجا ما عرفتش قلت لكم بلي انا راه خديت درت حمام مغربي. دابا الوصفه ديالي هي بعد ما اكيد عرفت المكونات وعرفت الحاجات اللي غلط والحاجات الصح في هذا المنتج. المكونات كاينين مكونات بديله ماشي بنفس الدقيقه، ماشي بنفس السرعه ديال المفعول، لكن غتلاحظوا الفرق، غتلاحظوا الفرق وسيكون يوميا استعملوه. المنتج فين ما كنصاوبوا هذه الوصفه كنستعملوها نخليوها اسبوع فقط، كي مفوت الاسبوع كنعاودو نصاوبوا واحد اخر وخيبقى لنا داكشي باش كنديروا كاس واحد كيعطينا اصلا كميه قليله. واخا هاد الوصفه فيها الشاي الاخضر اللي هو اتاي ديالنا، اتاي شعره، وفيها اتاي شعره اللي غني بالمضادات الاكسده، وفي حتى كيحفز لنا نمو البصيله، لانه الكافيين اللي موجود في هذا الغوفيتالاج. واخا المكون الثاني اللي هو بذور الكتان، بذور الكتان فيها دهون احماض دهنيه اللي كترطب الشعره بعمق لدرجه كتولي تبان لكم الشعره ديالكم بحال الا قصاحت، الشعره ديال الرموش كتقصاح لكم، كيكونوا عندكم مثلا خفاف كتولي كتبان لك قصاحت، وهذا مهم بزاف اكيد. حاجات اللي نقدر ننصحكم بهم استعملوا هذا ولا الكوتونتيج في لابليكاسيون ديال الوصفات، استعملوا هذا او هذا بشروط اكيد، شروط لان هنا كنتعاملوا مع العين، ما كنتعاملوش مع مكان اللي عادي اننا نجربوا فيه، عادي اننا نحطوا اي حاجه، حنا كنتعاملوا مع العين حساسه بزاف، اي حاجه دخلت لنا العين ممكن ترجع لنا بالمضره اكيد. هادو يكونوا دائما مغسولين تبدلوهم. الكوتونتيج نفس الشيء، تاكدوا انه ما يكون زعما مقفل هكا وتعاد تستعملوها هكا. فدابا غنابليكي معكم هادو، وغنابليكي حتى شنو كندير انا شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون بلاتي، القوام ديال الوصفه شوفوا. واخا غادي تسولوني غتقولوا لي كتشوفوا نتوما وصفات بزاف مثلا فيهم اكليل الجبل، اكليل الجبل شويه قوي على الرموش، نقدروا نديروه في الشعر ديالنا، نقدروا نديروه في الحواجب، ولكن الرموش شي حاجه اللي صعيبه، لان لو دخلت للعين شويه صعيبه، تقدر هادشي ما يبانش لكم من في الاول، ولكن من بعد غتعانيو مع رموشكم. واخا انا غنابليكي هادشي، كنحطوا عليه الجذور ديال الشعر فقط ديال الرموش هكا. البنات اللي كيستعملوا الاتمد ولا الكحل، ديروا الكحل حتى هو راه كيعاون. الكحل فيه مكونات اكيد اللي كتعاون على تحفز لكم البصيلات، بقاو تستعملوا الكحل راه زوين، وخصوصا الا كان الاتمد يا سلام. فدابا غادي نديروا لا روتين ديالي ديال الليل. عافاكم البنات الا بغيتوا شي ثنائي اللي يخلي البشره ديالكم هكا بياض في الصباح، بياض بياض بياض، وتحيد لكم لي طاش ديال الحبوب، استعملوا هذا ديال الاكسيس واي، هذا السيروم جلو سيروم مع لا روش بوزاي بليز، عافاكم هذا اكسيس واي مع لا روش بوزاي. جربوه وقولوا لي عافاكم، جربوه عافاكم. اول حاجه غنبدا بها انا غادي ندير هذا ديال العيون، كيف ما قلت لكم هذا راه كيعطي واحد اللمعه، كيضغط لكم مزيان تحت العين. حاجه اخرى راه ما كيحيش الهالات السوداء، انا كنستعمل الاي باتش ديال بيكسي، هما اللي زوينين صراحه، نقدر ننصحكم بهم. وتقدروا ديروا وصفات طبيعيه اللي من بينهم القهوه، تحاولوا انكم تغليوها هكا
ولا تعصروها داك اللي كطيبوها عصروها، تخليو الماء ديال القهوه فقط وتزيدوا عليه معلقه نشا وتخليوه على النار حتى يعقد لكم هذا، واستعملوه لان الكافيين هو اللي كيتغلب لنا على الهالات السوداء، والنشا مفتح طبيعي. فدابا غنستعمل هاد السيروم ديالي، هذا ديال الدارك سبوت. عرفتوا هذا واعر، هذا زوين زوين زوين، كتثقوا فيا، انا عارفاكم بلي كتثقوا فيا. واحد البنت بالمناسبه، انا بزاف الناس منكم كنتواصل معاهم شخصيا، عارفاكم تلاقيت مع بنت منكم سميتها سكينه، تلاقيت معاهم ويا سلام. علاش البنات، بغيت نسولكم سؤال، ما تقلقوش على البنات الاخرين، ولكن علاش اي بنت سميتها سكينه كتكون بوغوصه؟ بغيت نعرف. اي بنت سميتها سكينه كيكون عندها جمال عربي واعر، وكتكون حتى كما قلت لكم اي بنت سميتها سكينه كتكون زوينه، كتكون بوغوصه، وكتكون سبحان الله العظيم فيها واحد اللطافه وواحد الظرافه ما يمكنش. خصكم تعرفوا انا بنت خالتي سميتها سكينه وهي بوغوصه بزاف كاع. ف سبحان الله العظيم اي بنت كنشوفها سميتها سكينه كنعرف انها هي بوغوصه. فكنهضر مع بزاف البنات منكم، ونشوف لي هذا ونكمل لكم هذا. كنهضر بزاف بنات، نتوما كتقول لي بقاي غير تهضري، انا كنهضر لكم دابا، نتوما اللي كتجبدوني، ما درت والو انا. فكما قلت لكم شنو كنت كنقول؟ قلت لكم كتوقع عرفتوا البنات واحد الريحه كنشمها في شعري راه ما يمكنش. كنستعمل شامبو اللي كيقشر، عافاكم ديما يكون عندكم واحد الشامبوان اللي بوريفيون، اللي شامبو مقشر مره في الشهر ديروه، لانه فريمون كيساعد انكم تخلصوا من الاوساخ، من اي حاجه كينظف بعمق وكينقي مزيان. يعني الناس اللي كتكون عندهم ريحه في الشعر ما كتبغاش. انا الحمد لله اكثر حاجه يعني الناس كتمدحني عليها هو ريحتي وريحه ريحه شعري. وانا حتى النفس ديالي ريحته زوينه، لانه ما كنكثرش من العطريه وهكا، ما كنبغيش التوابل يعني ما كنكثرش منهم. هذا ديال سيكا بلاس، هذا هو الكومبو اللي كنحماق عليه انا. شوفوا هذا راه مازال ما نشفش ليا، ولكن غندير فبنات. هذا عرفتو كي كنفيق بوجهي، كيشقشق بالبلوقه، وكيشقشق بواحد اللمعه بحال الا دايره ليه شي انجيكسيون هكا ديال النضاره وهكا. شوفوا غير دابا كيفاش كتحسوا باللابو ديالي. فنرجعوا للموضوع ديالنا. كما قلت لكم قلت لكم كيهضروا معايا بزاف البنات. عرفتوا بنات انا كنفرح بزاف فاش كنشوف كومونتيراتكم وفاش كنهضر معاكم، خصوصا بزاف البنات كيحسب لكم واش انا ما غاديش نهضر معاكم، راه كيعجبني نجمع معنا. انا كراش شي حد يتبناني هكا ونبقى كنهضر نبقى نعاود. وباي ذا واي غنتلاقى مع شي حد غنعاود ليه على حياتي بالديتاي ديال لي ديتاي، ما كنسكتش ولا نيتي زعما كنبقى اللي لقيت نعاود ليه. ولكن نتوما ظريفات، نتوما زوينات وحق الله، نتوما راه نتوما. والله الا كنفرح فاش كنشوف بزاف البنات، يعني ماشي غير مغربيات فقط، جزائريات، عراقيات بزاف، حتى سعوديات وحتى اردنيات، يا ربي ما نسيت شي بلاد، ليبيات. عندي واحد الصديقه ديالي في الكومنتات كنهضر انا وياها، عزات عليا. واكيد كنهضر مع بزاف في الانستغرام. الا بغيتو تتواصلوا معايا هكا في الانستغرام غنخلي لكم هنايا باش هكا نبقاو نجمعوا. خليوني نبقى نهضر كاع ما نسكت. فهذا بالنسبه للروتين ديالي اليوم في الليل. شنو درت لوجهي، شنو درت والوصفه د الرموش. اكيد ما كنبغيش نخلي لكم الفيديو يكون يدوز خفيف صافي. ايوا البنات عافاكم تهلاو في راسكم، واهم حاجه تعطروا. انا راه تنحماق على العطور. هذا ديال الغوتشي. شوفوا البنات انا انسانه مدمنه الاوركيد، فيما كانت زهره الاوركيد انا كاينه. الجيل دوش ديال الصابون ديال الجسم، في اي حاجه كناخذ الاوركيد. فهنا دخلت لي فمي.
فهنا غادي نسالي لا فيديو ديالي. بسخيتش بكم مره، وحتى نشوفكم في فيديو جديد. وان شاء الله عندي بزاف د الافكار خصني نطبقهم معاكم. بقاو تشجعوني في الكومونتيرات، بقاو تقولوا لي ديري لنا ومره من بان لكم سهيت مشيت جيبوني عندكم. راه ما عندي ما يدار دابا، خصني نورمالمون نقابلكم، ما عندي حتى شي حاجه نتقابل معكم. فهذا ما كان بالنسبه لهاد لا فيديو. شكرا بزاف البنات على اي كلمه كتقولها زوينه. في حقي راه نتوما اللي زوينات، راه نتوما اللي فنات وكتحمقوا. نتوما راه عرفتي غير البوغو، عندي غير البوغوصه على اختها، عندي غير البنات الناجحات تبارك الله ما شاء الله، وحتى ربات البيوت ما شاء الله ما شاء الله. واحد البنيتات في الجيل ديالي عرفتوا ما شاء الله ما شاء الله. ربي يحفظكم والله يحفظ لكم وليداتكم، واللي ما داش وليدات الله ييسر ليها حياته وهكا، والله يرزقها. اللي بغيتو شي حاجه يا ربي تعطيها لكم يا ربي. عرفتوا كي ترسم النيه ديالي زوينه كيدخلوا عندي غير بنات نيتهم زوينه ونقيات وراقيات. شوفوا اي حاجه بغيتوها من الحياه تكون نيتكم زوينه غادي تجيكم غير اي حاجه غتجيكم زوينه. تكون النيه ديالكم ولو فيها ذره شر غادي يجيكم الشر. كونوا على يقين اكيد غيجيكم الشر. فنقيو. والحمد لله انكم نتوما كتابعوني. ما كيهمنيش شحال عندي ديال الناس كيتابعوني، بقدر ما كيهمني هذوك البنات اللي كيتابعوني شكون فقط. فبسلام عليكم وكنبغيكم بزاف. نتوما كتبغيوني راه كنبغيكم بزاف. واش نتوما في راسكم راه كنبغيكم بزاف. راه انا فاش كنبقى نقرا لي كومونتير راه كنبقى بحال شي حمقى هكا، غير كنضحك نقرا وكنضحك. فديروا هادشي في بالكم. فهذا ما كان، نشوفكم في فيديو جديد. البنات اللي كيقولوا كتبالغي، نو ما كنبالغش. انا اي حاجه كنستثمرها في راسي، ما بالنسبه ليا ماشي مبالغه، بالنسبه ليا ماشي خساره. اي حاجه كنعطيها لراسي انا بالنسبه ليا راه شنو ما كانت بالنسبه ليا راه مزيان صافي، ما كاينش نقاش انا عندي في هذا الشيء. فبالعكس وخصكم تعرفوا انا انسانه كيفاش نشرح لكم بلي انا السعاده ديالي والحياه كيفاش كتحل ليا زعما كتولي زوينه عندي هي ملي كنكون في بلاصه نقيه، كنكون انا نقيه، كنكون مهليه في راسي، كنكون واكله ماكله صحيه، كنكون زعما كيكون المود ديالي كيكون زوين. والله العظيم عرفتوا قد ما انا كنت مرتبه، قد ما انا كنت مرتبه ومنظمه، قد ما الحياه كتكون منظمه حتى هي معايا. فانا مستحيل انني نبدل هذا الشيء حيت عارفه انا غير الا مرضت وما نطش هكا غسلت وجهي وما درت هكا عرفتوا كيفاش كنكون انسانه كئيبه ديال بصح. بسلام عليكم، نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.